السلام عليكم. سكويد جيم سيزون 2 اكتر مسلسل منتظر هذا العام، اكتر مسلسل منتظر يمكن تقريبا من ايام لا كاسا دي بابيل. اكتر مسلسل نزل على نتفليكس كسر سيرفرات نتفليكس كلها، الناس كلها اتفرجت عليه، الناس كلها عجبها جدا المسلسل، وكان كل الناس منتظرين الناس دي هتعمل ايه في سيزون 2. واخيرا بينزل سيزون 2. هل سيزون 2 ده بقى على قد مستوى الانتظار، على قد مستوى التطلعات اللي الناس كلها حطت ان احنا داخلين على حاجه جامده جدا؟ وخصوصا يعني ان الناس الكوريين دول ما بيهزروش، لما بيحبوا يعملوا حاجه كويسه بيعملوا حاجه كويسه وما فيهمش في الحب. فهل فعلا ده ممكن نقوله على سكويد جيم، ولا المره دي خيشت معاهم؟ ده اللي هنعرفه. وبالمناسبه يعني هو اتقسم لبارتين، يعني سيزون 2 ده هيكون بارتين، في بارت نزل خلاص اهو، والبارت التاني لسه مش عارفين هو هينزل امتى، فدينا مستنيين. سمايل. والسيزون بتاعنا بيبدأ بالحلقة الأولى، والحلقة الأولى اللي بتبدأ من ساعة ما انتهينا في الموسم الأول، في اللحظة اللي البطل بتاعنا قرر فيها إن هو ما يصعدش للطيارة، ما يسافرش لعيلته، ما يسافرش لبنته، ولكن هو هيقرر إن هو هيطارد الناس دي وهيدور على صاحب اللعبة ويقرر إن هو ينتقم منه. فالبطل بتاعنا بيكتشف إن هما الناس دي عارفين مكانه، وإن هما زارعين جواه شريحة منهم إن هما يعرفوا مكانه فين، فبيطلعها وبتبدأ رحلتنا. بناخد سنتين، بيعدي سنتين على الوقت بتاعنا، سنتين بيقرر فيهم البطل ان هو ما يعملش اي حاجة في حياته غير ان هو يوظف ناس دورهم ان هو في نفس الوقت اللي شاف فيه الراجل صاحب البدلة اللي كان بيديله الفلوس او الالعاب اللي هو بيعملها، وبعد كده يديله الكارت ان هو في فرصة انك تكسب الفلوس، اللي هو الراجل ده يعني. بيقرر ان هو بكل بساطة مش هعمل اي حاجة غير ان الناس دي بس في الوقت ده من السنة، من كل سنة يقعدوا يدوروا على الراجل ده في كل محطات القطر، بيكثف جهود ويكثف الفلوس بتاعته كلها ان هو بس عايز يدور على الراجل ده، وفعلا بيوصل له. وعلى الجانب التاني بنشوف الضابط بتاعنا اللي هو المفروض ان احنا كنا فاكرين ان هو مات، ولكن ببساطة نتفليكس حرقت ده عن طريق التريلر، محدش مهتم بصراحة يعني. والضابط بتاعنا بيقرر ان هو هينتقل من محاربة الجريمة لانه يكون شرطي مرور، وده كله فقط عشان نخلق صدفة نحاول ندخله بيها مرة تانية للأحداث بتاعتنا. ومن غير ما نخش في احداث كتير وحرق الكثير من الاحداث، بصراحه الحلقه دي تعتبر او هي فعلا احلى حلقه في الموسم كله، ما تقلش اي حاجه عن احلى حلقات الموسم الاول، رغم انها تعتبر حلقه تمهيديه، ولكن فيها لعبه جامده جدا نفسيا، فيها تمثيل خطير قوي جدا، ممكن اقول جدلا ان هو احسن تمثيل في المسلسل كله سيزون 1 وسيزون 2 يعني، وهتعرفوا ان هو تمثيل جامد جدا فعلا. والحلقه دي فيها كتير من الحاجات اللي احنا بنحبها في عالم سكويد جيم، رغم انها ما فيهاش العاب كتير، مش عايز احرق، ولكن الحلقه حلوه جدا، حلقه ممتعه جدا جدا جدا، وبتعرفنا احنا داخلين على ايه السيزون ده. في الحلقه التانية احنا ما زلنا في مرحله التمهيد، ما زلنا لسه برضو بنمهد، وما زلنا برضو بنعمل حاجه رخمه جدا انا صراحه شايفها السيزون ده، وهو ان احنا ما زلنا بنعتمد على الصدف المبالغ فيها. يعني الضابط بتاعنا دايما موجود في المكان المناسب في الوقت المناسب، بيخش اي حته بيعمل اللي هو عايزه، بيطلع في الوقت اللي هو عايزه، وبرضه محدش بيعرف يمسكه، اللي هو مش فاهم. بعد ما بيحصل حدث ما في الحلقه الاولى او في نهايه الحلقه الاولى، مش عايز احرقه لانه حدث مهم جدا يعني، بيلاقي البطل بتاعنا نفسه مره تانية قادر ان هو يتواصل مع اللعبه، ولكن المره دي هو مجهز نفسه كويس قوي. وبنشوف في الحلقه دي فعلا هو مجهز نفسه بقاله سنتين للحظه دي مره تانية، وده بالمناسبه يعني مبرر للي هنشوفه في اللي هيحصل معانا في اخر حلقه. في الحلقه دي هي نصها عباره عن التحضير للقاء، النص التاني بنلاقي بطلنا بيقابل شخص ليه علاقه باللعبه. وكمان في حاجه مهمه جدا في الحلقه دي، وهو ان احنا هنعرف مين الناس اللي لابسين ماسكات دول، علاقتهم ايه، بيتوظفوا ازاي، بييجوا منين، كل الحاجات دي اتكشفت في الحلقه دي، ودي من الميستيريوس اللي كانت مهمه جدا في السيزونات اللي فاتت، على اساس ان احنا شفنا ان الناس دول مش شغالين معاهم من الاول، لا هم ناس لهم تدرجات معينه. يعني مثلا لا، بعض الناس لاحظت ان الناس اللي ماسكه سلاح معظمهم بيكونوا اصلا في البدايه مجرمين. مش هقول بقى حاجه تانية عن الحلقه دي، لان اي حاجه تانية هتتقال في الحلقه دي فهي هتعتبر حرق. حلقه ماشي كويسه، حلقه تانية في المسلسل عامه يعني، حلقه متوسطه، مع وعد ان الاحداث فعلا والالعاب فعلا هتبدا من الحلقه الجايه. في الحلقه الثالثه هنا بقى بتبدا اللعبه، هنا بقى بتبدا الاحداث اللي بجد. هنا بقى بنشوف البطل بتاعنا وهو بيرجع مرة تانية للعالم اللي هو كان عايش فيه، العالم اللي سبب له كثيرا من الأضرار النفسية والجسدية، العالم اللي هو بيرجع له مرة تانية كالمنقذ، كالمخلص، الشخص اللي عاش هذه التجربة وجاي يحذر الناس دي من اللي هما بيعملوه في نفسهم، والمرة دي بيحاول ينقذ أكبر عدد ممكن من الناس،
بيعيش نفس دور الشخص اللي كان ماشي معانا في اول الاحداث، اللي هو اللاعب رقم واحد، اللي احنا في الاخر برضو بنكتشف ان هو اللي كان صاحب اللعبة، هو اللي ماشي كل ده. وكان نازل معاهم يعني نوع من انواع اللي هو انا زهقت وانا قاعد بتفرج فما نجرب نشارك. ولكن على غير العادة البطل بتاعنا المرة دي هو بيحاول ينقذ الناس دي، بيحاول يقول لهم انتوا ما انتوش عارفين انتوا بتعملوا في نفسكم ايه، وحتى الكسبان هو خسران. فانا بحاول مرة تانية ارشدكم، بحاول انقذكم، ارجوكم ادوني فرصة ان انا اعمل كده. هو المرة دي هو الذكي، هو اللي فاهم، هو اللي عارف اللعبة ماشية ازاي، وبيحاول ينقذ الناس دي كلها. وطبعا كعادة اي نوع من انواع سيزون 2 احنا بنحاول نستنسخ شخصيات من سيزون 1. نتفليكس حاولت تقدم لنا نفس الشخصيات، او مش نفس الشخصيات يعني الشخصيات ولكن بنفس الصفات، ممكن صفات الكسل، الغرور، الجبن، مش عارف الخوف، اللي مش عارف ايه الكلام ده كله في شخصيات مختلفة. بتحاول تستنسخ يعني نوعية الشخصيات عشان ده سيزون 2. احنا عارفين طبعا ان الشخصيات اللي كانت كده ماتت، فاحنا بنحاول نجيب نفس الشخصيات، اللي هو برضو نوع من انواع ان احنا الشخصيات دي موجوده في المجتمع يا اخوانا، احنا مش بنضحك عليكم يعني، احنا هنجيب لكم الشخصيات اللي موجوده ولكن هنغير فيها شويه حاجات. وكمان في حاجه مهمه بتثبت لنا حاجه جامده جدا، وهي ان السنتين اللي عدت دول خلت الناس اكثر تفاهه وغباء، واللي هو مش مباليين للحياه، وان بيهتموا بالتفاهات، وبقى ايه اللي هو محاوله ان احنا نعمل اسقاطات على الواقع اللي احنا عايشين فيه ده. ودي كانت بصراحه حركه حلوه جدا من نتفليكس، اللي هو يعني والله يعني لعبتوها صح. او مش من نتفليكس عامه، هي من الناس اللي عاملين المسلسل، الناس الكوريين، لان المجتمع الكوري وزي ما احنا فاهمين يعني في الافلام الكوريه وفي المسلسلات الكوريه اكتر حاجه بيهتموا بيها ان احنا نسقط على المجتمع بتاعنا. والناس اللي مش فاهمه الحياه والمجتمع الكوري والكلام ده كله فعلا بيكون ممكن حاجه بالنسبه لهم حاجه عاديه، ولكن الناس دي فعلا بتسقط على الواقع بتاعهم. الحاجات دي موجوده فعلا في مجتمعهم، فالناس دي ما بتجيبش اي حاجه وخلاص. وزي ما شفنا كده من التريلر احنا بنبدا باللعبه بتاعتنا اللي احنا برضو بدأناها من السيزون اللي فات، وهي لعبه الضوء الاخضر الضوء الاحمر هوب اتحرك هوب امشي والحاجات دي، واللي تعمل عليها يعني ميمز والعاب بالهبل يعني. ده وصلت للكبير يا معلم. واللي حاول فيها بطلنا طبعا بدوره ان هو يفهم الناس تفاصيل اللعبه دي ويحاول ينقذهم، ازاي اللعبه دي بتمشي وازاي نحاول ما نموتش. ولكن بتفصيله صغيره مش عايز احرق، او ممكن تكون انت فاهم انها موجوده في التريلر، يعني تفصيله صغيره بتبوظ كل حاجه، بتخلي كل الناس دي تفك مره واحده، وبنشوف وبنعيش نفس المشهد اللي احنا عشناه في سيزون 1. في تفصيله بقى مهمه جدا زادت الموسم ده، وهي تفصيله ان احنا لما بنحاول ننهي اللعبه، اللي هو بنيجي التصويت اللي احنا هنحاول نصوت مين اللي هيكسب ومين اللي هو لو صوتنا كلنا لا خلاص اللعبه هتنتهي كلنا هنرجع لحياتنا، والكلام اللي احنا شفناه في سيزون 1 ده. في تفصيله مهمه جدا زادت، يعني بصوا جامده جدا، مع كمان تفصيله عن الجوائز الماليه مش عايز احرقها، هتشوفوها لما تتفرجوا على الحلقه يعني. والتفصيله اللي انا اتكلمت عليها في الاول وهي ان بقى يتحط باتش على الشخص اللي صوت بلا او نعم. وده لان صاحب اللعبه بتاعنا هو مش شخص غبي، هو شخص ذكي، هو شخص فاهم دلوقتي ان في امبوستر، في واحد ممكن يبوظ لي الدنيا دي كلها، في واحد ممكن ببساطه يبوظ لي اللعبه ويبوظ لي النظام اللي انا حاطه، فانا لازم العب اذكى منه. وعارف طبعا ان الناس كلها ممكن في لحظه تمشي ورا البطل بتاعنا، كل الناس ممكن تمشي وراه واللعبه تبوظ وخلاص. فالحل هنا يا باشا فرقهم، اللي هو بكل بساطه لو مش عارف تظبط تخلق فوضى، فعلى الاقل نظم الفوضى، خلي في ناس ماشيه مع البطل وفي فريق تاني مش هيتبع البطل ده. وده اللي هنشوف تأثيره كويس جدا في الحلقات اللي جايه عندنا. وحصلت هنا حاجة بقى ممكن تكون من أكتر الحاجات العبقرية اللي حصلت في المسلسل ده، وهي إن أثناء ما البطل بتاعنا بيديهم محاضرة عن إنهم إزاي يلعبوا اللعبة دي، وإنهم بيعرفوا إن هو كان في الألعاب دي قبل كده وإن هو كسب وإن هو لعب الألعاب دي كلها مرة تانية، المرة دي الخطاب بتاعه بيعمل نتيجة عكسية. بمعنى ان بيخلي الناس لا احنا عايزين نلعب بقى الالعاب دي اكتر، ده احنا معانا واحد فاهم يا معلم، ده احنا معانا واحد هيفهمنا بقى الالعاب دي ماشيه ازاي، فلا احنا عايزين نلعب بقى الالعاب دي اكتر. وان بكل بساطه طالما في فعلا فايز اهو، والفايز قدامنا وقدام عينينا بكل بساطه اهو، طب احنا ليه ما نبقاش انا اللي فايز؟ ليه ما نبقاش انا اللي فزت؟ يعني الناس دي فعلا صادقه في وعدها ان اللي هيفوز فعلا هياخد الفلوس. التأثير العكسي. في العموم هي حلقة كويسة جدا وحلقة دسمة وفيها كتير من الأحداث، وبرضه ممكن نعتبر إنها حلقة تمهيدية رغم إنها دخلت شوية في الأحداث، ولكن إحنا لسه داخلين أو لسه ما دخلناش في بيك أو في الكلايماكس بتاع المسلسل ده أو بتاع السيزون ده. وبس كده، بس كده معنا. ده كان أول 3 حلقات من مسلسل سكويد جيم. إن شاء الله بكرة هتنزل حلقة تانية عن تاني 3 حلقات، أو بعد بكرة يعني في الحدود دي تنزل الحلقات الباقيه من سكويد جيم. انا برضو قلت انزل ال3 حلقات عشان
نشوفوا كده برضو الدنيا ماشيه ازاي، وبرضو ادي الناس فرصه انها تتفرج على المسلسل اللي لسه ما اتفرجش عليه. شكرا لكم على صوتكم من هذا الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى ما اكونش طولت عليكم. كان معكم يوسف، انا بحب السيما. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.